بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعادت ريما لعادتها القديمة. الزمالك يتعادل مع المقاولين في حضور جماهيري رهيب. يعني أول مرة أشوف المدرج بتاع نادي الزمالك مليان بالشكل ده، ولو في أعداد أكتر، يعني لو في مساحة أكتر لتذكرتي، اعتقد ان جماهير الاهلي والزمالك هتملى الاستاد، بس هما يدوم الضوء الاخضر ويوسعوا شويه كده، بدل ما هما 15 20 يخلوها 25 30، بتدي يعني شكل وطعم للمباراه مهما كانت النتيجه. نادي الزمالك سبب التعادل النهارده المدير الفني، زي بالظبط المدير الفني بتاع النادي الاهلي في ماتش مودرن سبورت، ولكن في ماتش مودرن سبورت كانت المساحات ضيقه قوي، وفرقه مودرن كانت ال11 يعتبروا على ال18، فعشان كده النادي الاهلي ما كانش فيه اختراق من العمق، ما كانش فيه كروسات كتيره، لان طبعا في تكتل دفاعي. انما النهارده المقاولين نازل بيلعب لك جيم مفتوح، هو ما دافعش الا في اخر ربع ساعه ولا تلت ساعه بس، انما من البدايه بيلعب جيم مفتوح عادي وعايز يكسب، زي الماتش بتاع زد اللي هو خسره 2-0 وكان احسن من كده بكتير. فبيلعب جيم عايز ياخد ال3 بونت، مش جيم مقفول زي ما مودرن سبورت لعبت قدام النادي الاهلي. ولكن العبقري اللي ماسك نادي الزمالك، على فكره الاتنين مدربين سواء بتاع الاهلي او بتاع الزمالك على باب الله، والله العظيم اتنين مدربين على باب الله، لانك انت الماتش اللي فات كسبت يا عم معتز اينو بسبب انك الشوط الثاني في اخر نص ساعه عملت تغييرات اللي هو سيف فاروق جعفر ومش عارف عبد الحميد معالي وكايد، ونزلت الشباب، فالشباب عمل حيويه، مع انك بتلعب فرقه اقوى مع كل الاحترام من المقاولين، ولعيبه عندها خبره اعلى من لعيبه المقاولين، وكانوا نازلين ان هم عايزين يكسبوك. لما انت غيرت الواجهه بتاعت العواجيز اللي سايبهم في نص الملعب اللي بيلعبوا، اقسم بالله لعيبه شركات. يعني اللي انا شفته النهارده وشفته الماتش اللي فات، الاتنين دونجا وعبد الله السعيد ما لهمش لعب تاني، والله العظيم. انت النهارده ظلمت الدباغ، وظلمت ادم كايد، وظلمت البرازيلي الفينا ده، وظلمت عبد الحميد معالي، ظلمت الناس اللي هي اصحاب المهاره دولت، لان انت سايب اتنين عواجيز في نص الملعب، اتنين بيشيلوا رجلهم بالعافيه. قول لي عبد الله السعيد يلعب للدقيقه 84 ولا 83 ليه؟ اديني سبب. وضيعت ناصر ماهر، مره تحطه ناحيه اليمين ومره تحطه، يا عم قلنا لك الماتش اللي فات لما انت دخلته في نص الملعب جاب لك جون وعمل شكل وعمل خطوره وعمل اسيستات، وبقى هو ده مكانه الحقيقي. انما انت عشان تلعب عبد الله السعيد مطرف، بتلعب الشوط الاولاني ناحيه اليمين يا راجل. طب انت اول بدايه الشوط الثاني طلع واحد من الاثنين، وكنت خليت الدباغ ده ناحيه الرايت ونزلت ناصر منسي يا عم، واخد بالك، وشديت واحد من اللي هم اصلا عواجيز في نص الملعب ودخلت ناصر ماهر جوه في نص، والله كنت كسبت. لان المقاولين ما عملش التكدس الدفاعي والكثافه العدديه الدفاعيه غير في اخر 5 دقائق 10 دقائق، اللي هو بقى عايز يحافظ على البونت وعايز ياخد النقطه والكلام. وانت لما نزلت راس حربه اللي هو ناصر ده، عمرو ناصر ده، فمش عارف يعني. انت النهارده سبب من اسباب ضيعان 2 بونت بسهوله، ودولت هيأثروا. بدل ما كنت تاخد النهارده 6 بونت، النهارده 4 بونت، ودخلت بقى انت كده في الايه، في الحنبوكه. ايه الحنبوكه دي؟ اللي هي بقى ايه، الفرق اللي هي هتبقى في التحت. واحنا ما صدقنا ان انت كسبت الماتش اللي فات، وربنا اداك من واسع. يعني انا كان عندي تتعادل الماتش اللي فات وتكسب النهارده
على الاقل الماتش اللي فات شكلها حلوه اما تتعادل مع سيراميكا، فانت كسبت. فانا ما اعرفش النهارده مصمم، لولا ان دونجا اتصاب ما كنتش هتطلعه، لولا ان عبد الله السعيد يعني كل كره مقطوعه، واقرا على الشاشه يقول لك عبد الله السعيد جاله 66 كوره، البساط الصحيحه والمظبوطه والمعرفش ايه 65. الله، ده مش عارف يوقف الكوره يا جدعان الشوط الاولاني هو ولا دونجا. ايه الاحصائيات دي؟ هو عشان يمسك كوره ويلعبها اللي جنبه يبقى ده باص صحيح؟ ولا الباص الصحيح اللي هو بيعمل لك كرة طويلة، بيعمل لك اسيست، بيعمل لك تغيير ملعب من اليمين للشمال عشان الراجل يعمل كروس؟ هي دي الباصات الصحيحة او الاسيستات الصحيحة. انما يقول لك الاستلام مش عارف 66 كرة استلامها، الصحيح منه 65. ازاي يا جدعان؟ واحنا ما بنشوفش يا جدعان؟ سواء هو اللي عبد الله السعيد ولا فانت مفروض يا عم انت الشوط الاولاني بدات لقيت فرقتك فرقه شركات، ابدا غير. الفينا ده ازاي يقعد احتياطي اصلا؟ يعني لعيب عندك وشفته، ما تبدا بيه من اول الماتش، ابدا ولما يتعب طلعه، لما يتعب طلعه، بس هيكسبك وراجل بدني واقف على رجله. طب ما انت لعبت الماتش اللي فات شوكوبانزا من اول الماتش. فمش عارف بقى يعني لما يكون عندك لعيب بالمهاره دي وتقعده وتديله تلت ساعه ولا ربع ساعه ونزل فرق كتير قوي وعمل لك جبهه. طب ما من الاول يا عمي، من الاول يا عم الفاضي، يعني مدرب فاضي جدا وقاعد يكتب لي ويعمل لي والله العظيم احنا شايلين حمل، شايلين مدربين حمل بس عشان المنظره، مدرب ما اعرفش برتغالي ومدرب اسباني ومدرب. يا عم ده ما عنده، ده احنا عندنا مدربين احسن والله، احسن منهم، بس الجمهور ما بيصبرش عليهم. قلت لكم 100 مره، يا تجيبوا مدرب محترم يا اما ما تجيبوش مدربين زي دول جايين يعملوا اسم وياكلوا عيش وبعد كده يسيبك ويمشي. يعني جوميز السنه اللي قبل اللي فاتت ده كان هيبطل موهبه زي محمد شحاته. لو كان قاعد والله ما كنت هتشوف محمد شحاته ده، والله ما كنت. ده ما كان كأن مثلا في طار بينه وبين محمد شحاته ويلعبوا ناحيه الرايت ويطلعوا بره السكور. اخروا سنه، اخروا سنه، لولا ان ربنا كرمه وغار في داهيه والله العظيم ما كنتش هتشوف محمد شحاته ده. فما اعرفش بيجيبوا مدربين كده. والمدرب ده جاي ب 5000 دولار ولا ايه يعني؟ لما يبقى عنده اللعيبه المهاريه دي كلها وبيقعدها لعبد الله السعيد ودونجا مش عارف يعني، مش عارف. وقلنا لك الماتش اللي فات انت كسبته عشان نزلت صفر وجعفر وعبد الحميد معالي وادم كايد. ادم كايد النهارده انت هو والدباغ النهارده ممكن تكون النهارده قضيت عليهم عشان البطء اللي في نص الملعب، عشان الكره اللي هي المفروض بتتحول بسرعه في فرقه زي المقاولين كانت فاتحه مساحات، ولكن العجزه اللي في نص الملعب مش قادرين يمسك الكره ويرجعها ويقول لك باص صحيح، يمسك الكره ويرجعها باص صحيح، يمسك الكره ويلعبها بالعرض باص صحيح. الكره اللي بيعملها يا طويله يا اما اوفسايد. فمباراة كانت سهل جدا لفرقة نادي الزمالك ان هي تكسب المباراة وتكسب بسهولة، لان المقاولين النهارده كان بيلعب جيم مفتوح، مفيش بس الا اخر 5 دقايق 10 دقايق هو اللي عشان يحافظ على البونت بقى لان خسران الماتش الاولاني فلعب زون ديفنس. وتخيل انا على اعتقد الباك ليفت هو اللي خد احسن لاعب، باك ليفت المقاولين هو اللي خد رجل المباراة. يعني ما كانش في حد في الزمالك يستاهل ان هو يبقى رجل مباراة باستثناء محمد شحاته وباستثناء الفينا اللي نزل البرازيلي ده. لو نزل بدري شويه والله كان خد نجم المباراة على الكرة اللي هو رقص فيها وعدى وعمل لك قلبان ده. لو نزل بدري شويه كده، بس طبعا هينزل ازاي وكان عبد الله السعيد في الملعب وهيبقى دونجا في الملعب؟ ما هم برضو قضوا
ادم كايد النهارده وقضوا على الدباغ النهارده، لان هم بيلعبوا من اول الماتش والتانيين بيلعبوا ميتين، مفيش فرصه ضاعت النهارده، مفيش فرصه، كلها ضربات ركنيه وتطلع تك تك تك. الفرصه الاكيده اللي هي الاخيره بتاعت الونش اللي عملها له محمد شحاته. وطبعا كابتن محمد مكي عامل مباراه كبيره والله، وبيلعب جيم مفتوح. اللي يقول لك جيم مقفول ده يبقى راجل ما بيتفرجش على كوره، لان الراجل كان في طموحات انه يخطف جول، فعشان كده ما كانش موقف فرقته ال90 دقيقه ورا. ده هو بيلعب عادي وبيهاجمك عادي، بيروح عادي طول الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني. لما حس ان هو ممكن ياخد البونت فبدا بقى يعمل تغييرات دفاعيه عشان يحافظ على النقطه. فاعتقد النهارده مش اعتقد، ده سبب رئيسي في خساره الاتنين بونت هو المدرب ده اللي هو على باب الله ده، اللي حكايته حكايه ده، اللي هو برضه مصمم. انت اتفائلت بقى ولا ايه؟ ما انت لما طلعت الرجاله العواجيز الماتش اللي فات كسبت، ما كنت بدات باللعيبه الشباب من اول المباراه والله كنت هتكسب، وكان في مساحه كبيره قوي في الملعب لما لعبت زي، بس عايزه لعيبه اسرع عشان تحط الكره في رجل الفينا، تحط الكره في رجل ادم كايد. ده ادم كايد كان بينزل نص الملعب عشان يستلم، عشان ما بتروحلوش الكره اصلا. وحاطط ناصر ماهر ناحيه اليمين، يعني حاطط ناصر ماهر اللي هو لما نزل نص الملعب الماتش اللي فات عمل لك كام انفراجه وجاب جون وعمل، تقوم جاي حاطه ناحيه اليمين، ولما تيجي تغير تحطه ناحيه الشمال. يا عم انت ما تحط انت عبد الله ناحيه الشمال وخلي ناصر يلعب في الحته دي. والله حاجه تنرفز وتضايق. ويجي بقى الراجل اللي هو المعلق يقول لك عبد الله السعيد عامل مباراه هايله، والناس في الاستوديوهات عليه يقول لك عامل مباراه جيم. يا احنا اللي ما عندناش فكره يا ما انتوا ما بتشوفوش. ما انت بص على الشوط الاولاني كام كره اتقطعت منه، بص عمل كام اسيست. هو ده عبد الله السعيد بتاع الاسيستات وبتاع الشوط على الجون وبتاع الفاولات خلاص يعني. يلا تعادل عشان اللعيبه تفوق والمدرب يفوق. وعلى فكره والله العظيم عنده كل اللعيبه اللي جابها السنه دي. ادم كايد على الدباغ مش وحش، لعيب كويس قوي. والفينا ده لعيب هايل، هيبقى نجم الموسم اللي هو البرازيلي ده. وعندك عبد الحميد معالي لعيب لمسته هايله وعمل اسيست من القلب لسيف جعفر، بس هو نازل متصربع سيف مش عارف ليه، واخد بالك. فاتمنى ان الماتش اللي جاي بقى يقعد عبد الله السعيد ودونجا اتصاب ربنا يشفيه ويقعد له بتاع حوالي 6 اسابيع كده ولا 7 اسابيع لغايه ما المنتخب يرجع. الف سلام عليك يا دونجا، بس ريح خد راحتك قوي في الاصابه عشان احنا محتاجينك ان شاء الله. بس فاعتقد ان لازم يعيد حساباته، ولازم حد من جون ادوار يقول له او حد من مجلس الاداره، لا انت عندك لعيبه دلوقتي اديها بقى، اديها. مش عايزين نشوف اللعيبه القديمه، عايزين نشوف الصفقات دي حتى لو هتتعادل بعد كده. بس انا لو لعب الصفقات دي مع بعض وعمل توليفه كويسه في نص الملعب، واحد جنب محمد شحاته بيجري زي سيف جعفر ومحمد شحاته، وحط قدامهم ناصر ماهر، والله تكسب اي حد. حط بقى الفينا ناحيه اليمين والواد عبد الحميد معالي ناحيه الشمال او ادم كايد، وعندك الدباغ وعندك ناصر منسي، هيبقى عندك فرقه قويه. وانت الديفنس ما عندكش مشكله فيه ولا حارس المرمى، يعني اي حد يقف معاه النهارده ما حدش يختبر، كلها حاجات عرضيه بيطلع قدها صبحي والكلام ده. سواء وقف المهدي سليمان وقف محمد عواد ما فيش خطوره الا لما هتلاعب فرق تقيله بقى. وبرضه لسه عندي مبدئي ان حسام المجيد لازم يقعد، لان بيستنى على الكوره كتير وكل بساطه غلط. كل بساطه النهارده الشوط الاولاني كانت غير مظبوطه، حتى الشوط الثاني في واحده بيعملها ادم كايد حطها له في الاوت وهو جنبه. يلا ان شاء الله باذن الله نتمنى الخير للاهلي وللزمالك عشان نشوف دوري قوي السنه دي باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب.
السلام عليكم.